يا الله يا الله، لو يعلم المدبرون عنه كيف انتظاره لهم ورحمته إياهم وشوقه إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم شوقا إليه. هذه إرادته في المدبرين عنه، فكيف بالمقبلين عليه؟ وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع. قال ابن المبارك: جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تهملان، فقلت له: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر لهم. قلت: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر لهم. أليس هو الذي قال: ورحمتي وسعت كل شيء؟ يا الله، من الذي يحصي نعمك ويقوم بأداء شكرك إلا بتوفيقك وإنعامك وفضلك؟ وإني لأدعو الله أطلب عفوه وأعلم أن الله يعفو ويغفر. لئن أعظم الناس الذنوب فإنها وإن عظمت ففي رحمة الله تصغر. قال الربيع بن أنس: علامة حب الله كثرة ذكره والشوق إلى لقائه، فمن أحب شيئا أكثر من ذكره وأحب لقاءه مت بداء الهوى وإلا فخاطر، وأطرق الحي والعيون نواظر، لا تخف وحشة الطريق إذا جئت، وكن في خفارة الحب سائر، واصبر النفس عن سواهم فإن لم تجب بصبر فصابر، وصم اليوم واجعل الفطر يوما فيه تلقى الحبيب بالبشر شاكر، واصم النفس عن سواه فكل العيش بعد الفطام نحبك صائر. يا أخ اللب إنما السير عزم ثم صبر مؤيد بالبصائر، يا لها من ثلاثة من ينلها يرقى يوم المزيد فوق المنابر. كان يحيى بن معاذ الرازي يردد دائما ويقول: إلهي إن كان صغر في جنب عطائك عملي فقد كبر في حسن رجائك أملي. اللهم إن كنت غير مستاهل لما أرجو من رحمتك فأنت أهل أن تجود على المذنبين بفضل سعتك. إلهي لو ما عرفت من عدلك ما خفت من عذابك، ولولا ما عرفت من فضلك ما رجوت ثوابك. إلهي إن كنت لا تعفو إلا لأهل طاعاتك فإلى من يفزع المذنبون، وإن كنت لا ترحم إلا أهل تقواك فبمن يستغيث المسيئون. إلهي إن كنت لا تعفو إلا لأهل طاعتك فإلى من يفزع المذنبون، وإن كنت لا ترحم إلا أهل تقواك فبمن يستغيث المسيئون. إلهي أين يذهب الفقير إلا إلى الغني، وأين يذهب الذليل إلا إلى العزيز، وأنت أغنى الأغنياء وأعز الأعزاء يا أرحم الراحمين. قال الجنيد: من كان الله همه طال حزنه، فقال الشبلي: لا يا أبا القاسم، بل من كان الله همه زال حزنه، بل من كان الله همه زال حزنه. وكان لعنبسة الخواص غلام كثير الصلاة كثير البكاء، فسأله يوما عن سبب كثرة بكائه فقال: قطع ذكر العرض على الله أوصال المحبين. قال: ثم جعل يحشرج حشرجة الموت ويقول: أتراك تعذب من يحبك، أتراك تعذب من يحبك وأنت الحي الكريم. قال: فلم يزل يرددها حتى والله أبكاني. وكان يحيى بن معاذ الرازي يقول: يا من ذكره أعز علي من كل شيء، لا تجعلني بين أعدائك غدا أذل من كل شيء. قال ابن القيم: من عرف قدر مطلوبه كان عليه ما يبذل فيه. وقال الإمام الهروي: وأعظم الرجاء رجاء أرباب القلوب، وهو رجاء لقاء الخالق الباعث على الاشتياق، وهذا الرجاء هو محض الإيمان وزبدته، وإليه شخصت أبصار المشتاقين. وهل للمحب راحة إلا عند لقاء حبيبه، وهل للمحب راحة إلا عند لقاء حبيبه. فاتخذ الله صاحبا
ودع الناس كلهم جانبا. اسمع من خبر يوم يلقونه ويلقاهم ويرونه ويراهم، من رواية جرير وصهيب وأنس وأبي هريرة وأبي موسى وأبي سعيد. فاستمع يوم ينادي المنادي: يا أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم، فحيا على زيارته. فيقولون سمعا وطاعة، وينهضون إلى الزيارة مبادرين، فإذا بالنجائب قد أعدت لهم، فيستوون على ظهورها مسرعين، حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هناك، فلم يغادر الداعي منهم أحدا. أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك، ثم نصبت لهم منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة. وجلس أدناهم، وحاشاهم أن يكون فيهم دني، وجلس أدناهم على كثبان المسك، ما يرون أن أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا. حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم، نادى المنادي: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة، فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة، فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله، فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم. فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم. فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم، فيكون أول ما يسمعون منه تعالى: أين عبادي؟ أين عبادي؟ أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ هذا يوم المزيد، سلوني فهذا يوم المزيد. فيجتمعون على كلمة واحدة: أن قد رضينا فارض عنا. فيقول: لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي. فيقول: لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي، سلوني هذا يوم المزيد. فيجتمعون على كلمة واحدة: أن ربنا أرنا وجهك. ربنا أرنا وجهك.
أرنا وجهك ننظر إليه.